رز بلبن المحلات بالوش المكشكش، حوار على نار هادية. اللي فاكر رز بلبن حلو سهل يبقى ما عملش رز بلبن بجد. الحكاية كلها بتبدأ من اللبن ما يتحطش على نار عالية ولا يتساب يغلي. نار هادية تخليه يسخن واحدة واحدة ويطلع طعمه الحقيقي. بعد كده الرز يدخل بهدوء، مش كل مرة واحدة، حبة حبة مع تقليب مستمر عشان ما يتكتلش. السكر بقى أخطر مرحلة، زيادة بسيطة تقلب القوام تقيل زيادة، ونقطة أقل تخليه باهت. يتحط بحساب وعلى مراحل، والمعلقة ما تشتغلش بعصبية. التقليب هنا على مهله، كأنه حوار طويل، وكل ما الوقت يعدي القوام يشد واللبن يمسك في الرز لحد ما الخليط يبقى ناعم ولامع. وساعتها أول معلقة كفيلة تشرح من غير كلام ليه رز بلبن بسيط في شكله لكن تقيل في طريقته ومكانته في قلب الناس. سر الوش المكشكش، الكشكشة مش صدفة ولا حظ، دي دسامة لبن اتقابلت مع تبريد مظبوط. لبن طازج كامل الدسم، لبن اللبان. اللبن المعلب مش هيعمل وش. في نص التسوية 2 معلقة قشطة بلدي أو علبة قشطة بوك. بعد ما يتصب يبرد حرارة الغرفة، يتغطى ستريتش راب ملامس للوش، يدخل التلاجة 6 ساعات على الأقل. الطريقة: كوباية رز مغسولة ومصفية تتحط في حلة تقيلة مع 2 كوباية مية، نار هادية خالص لحد ما الرز يشرب ويبقى زبدة. ينزل 1.5 كيلو لبن دسم، نار هادية جدا. التقليب بالراحة ومن غير استعجال، سيب اللبن ياخد طعم الرز والرز يتشبع دسامة. السكر يتحط في الآخر وعلى مراحل، نقلب لحد ما يدوب وندوق. لمسة نعومة، معلقة كبيرة كريم شانتيه بودرة تدوب في ربع كوباية لبن بارد وتدخل في الآخر، تدي قوام كريمي ناعم. اتفضي عليه وهو سايل سنة عشان لما يبرد ما يبقاش تقيل زيادة. في الآخر هتلاقي وش مكشكش، قوام ناعم، وطعم لبن حقيقي. قوليلي بقى، تحبيه تقيل ولا كريمي؟ اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك بس بيفرق معايا جدا علشان نكمل وننشر كل جديد. وما تنساش تصلي على الحبيب.